السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من فيديوهاتنا، تابعونا وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والمشاركة كتير. كل سنة وانتم طيبين، وعيد اضحى سعيد علينا يا رب، على الأمة الإسلامية كلها يا رب، ويعودوا على الأمة الإسلامية بخير يا رب العالمين، ويرفع يا رب كده الكرب العظيم اللي على أهل غزة يا رب، ويكونوا في أحسن حال إن شاء الله رب العالمين. دايما بندعي لهم ربنا معاهم ومعانا، وإن شاء الله يكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. بصوا بقى، كل سنة وانتم طيبين. وطبعا النهاردة بقى عندنا روتين جامد جامد جامد. بصي بقى، لو انت بقى الحر بقى مدروخك ومخليكي مش عارفة تعملي حاجة، تعالى اقولك انا عملت ايه وتعالي اعملي زي. انا كنت عايزة خلاص بقى، الوقت بيجري وخلاص عايزين نغسل السجاجيد، مفيش وقت. انا مسكت بقى المشاب بتاعتي دي، عايزة اقول لكم ان كنت بغسلها يعني حوالي الساعة 11 بالليل. انا قلت ده انسب وقت من الحر اللي احنا فيه ده، لان بالنهار استحالة الواحد يعرف يقعد في الشقة ولا يعمل حاجة. وغير كده وكده المية كمان مش بتساعدني، يعني عشان تطلع وكده المية مش بتساعدني. المهم، ارجع اقول لكم تاني كل سنة وانتم طيبين، ومبروك لكل حبايبنا وحبايبكم اللي نجحوا، ويا رب عقبال كل سنة. و... ولسه بقى اللي عندنا في ثانوي ربنا معاهم يا رب كده، ويخلصوا على خير ان شاء الله. بصوا بقى، أنا هنا كده كنت فردت السجاجيد، وهنا كنت بشيل فيشة التلاجة لحسن نلاقي نفسنا يعني الحمد لله على كل حال. هنا بقى كنت فردت السجاجيد كده، وقلت بقى نجيب بقى المية ونشوف هنشتغل ونعمل ايه. ومعلش يا جماعة ما تدقوش على لون الباب ولا لون الحيطان، ربنا يرزقني كده بس يا رب الخير. نفسي بس كده ربنا يرزقني واظبط الدنيا دي ان شاء الله على كل حال ان شاء الله رب العالمين. بصوا بقى، انا هنا في الوقت ده انا كنت بجيب ميه اهو، عشان احط ميه بقى على السجاجيد كده، واخدها بقى واحده واحده. انا عايزه اقول لكم ان انا المره دي حطيتهم على بعض ليه، لاني حسيت ان هم يعني مفهومش تراب، مفهومش حاجه، عادي هيتغسلوا مش هينزلوا اي حاجه. هم حتى باينين قدامكم مفيش والله، يعني الحمد لله زي الفل، لان الواحد على طول ايده في الحاجه. دي مش بسبوسه بتاعتي، بسبوسه توفاها الله. فدي قطة تانية كده بتخش تقعد شوية وتمشي عادي. بس عايزة اقول لكم ان انا زعلت عليها يعني، بس نصيبها بقى الحمد لله. بصوا بقى، هنا ابتديت بقى اهو احط ميه على السجاجيد كده، تاخد شويه ميه حلوين كده عشان ابتدي بقى اشتغل مع يعني نمسك الفرشه كده ونشتغل. اهو حسيت ان هي خلاص بقى الميه فيها تمام، امسك بقى غيرها بقى ونحط في بص الميه طالعه ضعيفه ازاي. يلا الحمد لله. بس ادينا برضو بنعمل حاجتنا وخلاص، هنقعد جنبيها وخلاص، ما فيش وقت. صح ولا ايه؟ يا ترى جبتوا اللحمه ولا لسه، ولا عاملين زينا؟ ربنا يكرم يا رب. الحمد لله على كل حال. هنا بقى رحت بقى في الميه، واجيب بقى طبق كده عشان احط بقى فيه شويه صافو وكلوركس الوان. وكان عندي مسحوق الجل اللي هناك قدامكم على الجزامه دي، بس انا لما حطيته على اول السجاده دي حسيت ان هو لونه بامبا، يعني ادى لون بامبا كده في السجاده، فما رضيتش احط تاني على الباقي. هنا كنت داخله تقريبا اشوف الصافو، ما لقيتوش. انا ما خدتش بالي ان هو محطوط بس من ورا الباب، هو كان محطوط والباب كان مداري اهو. عايزه اقول لكم الواحد بيبقى لابس بقى كده وفي الحر دوت، بس فرهده فرهده صعبه، والحمد لله. اهو لقيته هنا كده اهو، حبة برسيل بقى حلوين كده اهو.
بس كفايه. وحبة كلوروكس برضو. هنبتدي بقى ايه، نسمي الله كده ونشتغل. هنا كان في حد بس بيكلمني من وهو قاعد ورا التليفون كده، فمش باين. اهو خدت بقى حبة ميه بالصفو كده ايه، نبتدي بقى نشتغل. يلا بسم الله. ناخدها بقى كده على طول على طول. عايزه اقول لكم ان السجاده الحرير التركي دي يعني حلوه بصراحه. انا جبت منها بس المشايه دي، بس بصراحه يعني بحسها ان هي لما بتتغسل بتنضف على طول، وما يعني ما بتشيلش وسخه كتير ولا تراب ولا كده، يعني سهل تنظيفها، حلوه. لو حد جربها برضو يقول لي يعني حلوه فعلا ولا ايه يعني، بس انا ملاحظه عليها كده يعني بتنضف بسرعه وبتبقى زي الفل. اهو ناخد بقى الفرشه كده رايح جاي رايح جاي بسرعه كده. يلا جميل. الصلاة والسلام. عايزه اقول لكم ان انا بسجل دلوقتي حوالي الساعه 6:30 الصبح، عشان انا ايه اسجل لكم الفيديو دوت. عايزه اقول لكم كمان مصوراه على يومين، يعني الفيديو ده اتصور معايا على يومين، يوم غسلت فيه السجاجيد ويوم التاني هتعرفوا عملنا ايه. بس برضو اهو كله ايه نشاط كده، ونشوف هنعمل ايه. اهو ايه. يلا بقى كده على طول على طول، خليناها زي الفل اهي وما بقاش فيها حاجه. خلصت معانا اهيت وبقت زي الفل. ايه رايكم؟ اهو هنلمها بقى ونشوف غيرها. هدخلها بس الحمام عشان تتشطف وايه، ونلم غيرها. هنسكت على كده؟ والله ابدا، على النعمه ابدا. طيب يلا خدي اللي بعديها يلا. ها يلا. دي بقى تقيله شويه، دي بتشرب ميه كتير وتقيله كمان، بس تحس ان النسيج بتاعها يعني عالي شويه عن اللي غسلناها الاول، بس بتاخد وقت في الغسيل وتاخد وقت في الشطف وتاخد وقت عشان تنشف. بس يعني هي حلوه برضو مش وحشه. اهو برضو بصوا بتاخد ميه كتير رخرة، ونفضل بقى ايه. بس يعني اقول لكم بيني وبينكم، الواحد كان يعني الميه شويه مع المروحه وكده كانت مطريه الجو شويه.
حسيت ان هي بقى ايه، خدت شويه ميه حلوين كده اهو. ازود برضو ايه الطبق، يعني عشان برضو خساره فيه صوف وكده ما يبقاش ايه فاضي. كل ده هينفعنا. عايزه اقول لكم الواحد بيتعامل بحرص بقى، انتوا عارفين السيراميك الحمد لله يعني ايه، الواحد بيخاف منه. هنا دي بقى كانت تقيله كده، بس ايه برضو على مين ان شاء الله نقدر عليها برضو. تحسوا ان هو ما خدوش وقت ليه، لان هو برضو نضيف مش وسخ. يعني لسه برضو كنت عامله من فتره قريبه بس ما كنتش مصوره معاكم، وقلت بقى ايه لما اجي اغسله على العيد نبقى نصوره. يعني الحمد لله الحاجه مش بتبقى يعني مش بنسيبها لما تبقى متطربه قوي او تحس ان هي عايزة تتغسل خالص كده مش نضيفه، لا الحمد لله برضو ايدينا في الحاجه على طول. او حتى بصوا الميه حتى اللي نازله منها في الجناب دي، بصوا الميه نضيفه اصلا اهي. او ناخدها كده شمال يمين شمال يمين تبقى زي الفل. هنا بقى ايه كنت بقول لكم هخلصهم بس واخدها اشطفهم وهرجع لكم. بصوا بقى هنا انا كنت شطفتها، وبيني وبينكم كنت غيرت شويه كده وعملت الباقيين ورجعت لبست تاني. هنسكت على كده؟ لا انا جبت بقى اللي هم الكبار الباقيين وحطيتهم برضو فوق بعض، وهمسك برضو واحده واحده كده هنخلصها. هنا كان حد بس بيهزر، وكنا عايزه اقول لكم ان انا يعني مدياكوا ظهري وكده، بس انا يعني كنت عماله اضحك برضو على حاجات كده كانت بتحصل، بس انتوا مش واخدين بالكم منها ولا شايفينها، عدوها انا مش مجنونه يعني. وتعالوا بقى بالنهار بقى شوفونا اما نكون قاعدين يا من الحر ماسكين في خناق بعضنا كلنا. دلوقتي عشان بس الدنيا هاديه ومفيش حد وكده، مفيش الا انا واللي كان بيكلمني يلا قلنا نضحك شويه، مش واخدين منها حاجه، كله رايح مفيش حد قاعد. يلا هنا بقى مسكت دي رخرة كده برضو خدتها كلها كده مرة واحدة. يلا يا لوزة عشان نشوف غيرك يا لوزة. يلا جميلة، ايوه شاطرة، يلا. اخش برضو احطها كده عشان ابقى اشطفها. يعني انا بلم كام واحدة اشطفهم وانشرهم وبعدين اكمل الباقي، عشان ما افضلش طالعة نازلة كتير فوق، لاني انا بنشر فوق في السطح فوقيا ما افضلش طالعة نازلة كتير نازلة كتير. هنا بقى كنت جبت الخرطوم تاني اهو، يلا.
رش 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 رش، الجو حر، رش رش رش. يا لما تبقى المية كده، يا الواحد بيتضايق بطريقة. الواحد لا يحب المية شديدة كده وتخلص. يلا يلا، مش اشكال، هنخلص برضو. لسه بقى عايزه اقول لكم، لسه بقى دور بقى الستاير والمراوح لسه برضو ان شاء الله ايه في فيديو تاني ليه، بس ايه قلت ايه انزل دول الاول وبعد كده ايه هظبط الباقي. نمسك برضو المراوح كده والستاير نفكها يلا يلا يلا. ها، هنا كنت بشوفه شغال ولا لا. يلا يلا يلا. امسك برضو كده اهو، والحتت الفاتحه دي نقرص عليها برضو عشان ايه تبقى نضيفه. عايزه اقول لكم برضو شايفين الميه نازله شكلها ايه، الحمد لله زي الفل. ما بحبش اركن حاجه وتبقى متربه ولا لا. الحمد لله الحمد لله اهي، الميه نازله زي الفل ومفيش فيها اي حاجه. هنا عايزه اقول لكم ان دي كان اخر واحده بقى ايه حبيت اصورها معاكم، وقلت بقى ايه يعني الباقيين انا هخلصهم بقى مع نفسي، بس ايه هقلع الجلابيه دي بقى واشوف بقى هكمل ازاي. عشان انا بصراحه في تست بجد، الحر مع الطرحه والجلابيه تقيله وكده، فانا ايه بص خلاص اهو. هنا بقى زي ما بقول لكم ده كان يوم تاني، بس يعني ايه كان في حته واتمسحت. انا دخلت بقى كده على التلاجة، فضيناها وظبطناها وقلنا بقى ايه نغسلها بقى كده على طول ونشوف هنعمل ايه. نفضل بقى ايه نعمل كل يوم حاجة حاجة كده، هنخلص اللي ورانا كله. احنا كده خلاص الحمد لله ما بقاش في مدارس ولا حاجة، وايه فدينا الحاجة بتاعتنا. هنا بقى ايه قلت بقى ايه انزل المية اللي فيها دي الاول وبعدين امسكها بقى ايه اغسلها. انا بحب اغسلها بالسلكة مش بالليفة. الليفة ما بتنضفهاش ما بتلمعهاش زي ما انا عايزة. انا بحب اغسلها بالسلكة، كل واحد برضو يعني يغسل بالحاجة اللي بيحب يتصرف بيها. اهو امسك بقى جنبه كله وسقف اهو. تعالوا اشربوا شاي معنا يلا. بسم الله. هنا بقى زي ما بقول لكم اهو بقى حطيت ايه شويه صابون تاني في السلكه كده، وادي بقى كده على طول اهو، متخليش فيها حته لما ايه تجيبيها اهو. كله كله كده، الزواوي اللي ركنوا كله. انا في الوقت ده كان في حد بيصورني، فعشان كده انا ايه بعمل براحتي.
امسك بقى الباب برضو، مع ان كده كده الواحد ما بيستعملوش قوي عشان ما فيش البتاع اللي هو المفروض حاجه بتبقى ماسكه كده في الجناب، اللي هي بتحوش الحاجه انها تقع دي، يعني مش موجوده فما بستعملهاش قوي، وعشان كده احس انها نضيفه شويه. اللي هي بتبقى مثلا ماسكه الرف من ناحيتين كده، دي عشان لما تحطي حاجه ما تقعش. هنا بقى حسيت ان السلكه بقى ابتدى يشوكني وكده، قمت جايبه بقى الاسبونشه دي وحطيتها عليها، وقلت بقى اكمل عليها كده. خدتها بقى كلها كده بالكاوتش، وكله كله كله كده تمسكي تغسلي كويس. هنا بقى كنت مسكتها برضو من تحت برضو وخلصتها وكله، قلت بقى اجيب حته بقى الم الميه دي عشان اما اجي اشطفها تكون تمام. حسيت ان الحته مش مساعداني، انا ما بحبش كده، انا عايزه يعني اجيبها. تعالوا اشربوا شاي معي معلش. كل شويه بالله واجي امسح. انا بحب اما اغسلها ادلق ميه كده تاخد الصابون وتجري، وبسيبها شويه تنشف وبتبقى زي الفل. فانا موضوع اني انشف بحته ده بصراحه يعني بيضايقني. احنا عايزين نخلص، وبعدين الجو حر كده كده هيساعدها ان هي هتنشف بسرعه اهو. اهو بصوا بقى، جبت بقى الميه وكده. انا كده بقى اعرف ان هي خلاص كده اتشطفت كويس وبقت زي الفل. احسن ما يكون فيها راكن صابون كده ولا كده ويجي يعمل ريحه في معلش. هي كده اهو. كده كده الميه هتجري منها وهتبقى زي الفل عادي. عايزه اقول لكم ان انا بعديها بشويه قلت اسيبها تنشف، سبتها زي ساعه كده ولا ساعه الا ربع، قلت اكيد نشفت. جيب بحط الفيشه، لقيتها تك تك. شلت الفيشه على طول، اتخضيت قلت بس دي ضربت جرى لها حاجه. بس انا عادي، انا بحب اغسلها وادلق فيها ميه يعني مش. هنا بقى كنت خلصتها، كنت انا بقى بعديها خدت الدور اللي تحت بس ما يعني ما جبتوش معاكم اهو. وهنا بقى حطينا شويه ميه، وكان عندنا فضلة خيركم صينيه فيها حته فرخه وحطيناها. ايه رايكم؟ حطينا العلاج بتاع ابني وبتاعي اهو، وادي من بره كمان. ايه رايكم؟ والنبي مش تسلم ايديا، تسلم ايديا والله.